أنا بنت وحيدة في الدنيا، عايشة لوحدي في شقة وبدور على شغل. وفي يوم لقيت بوست من البوستات بيدور على واحدة جليسة لطفلة مريضة وجدتها عندها شلل كامل، وطبعا المرتب كبير جدا. اتواصلت مع صاحب البوست وعرفت منه كل التفاصيل، واستناني تاني يوم في فيلته علشان المقابلة. رحت تاني يوم والفيلا كانت في مكان نظيف بس متطرفة بعيدة شوية عن العمران. رحت قابلت الدكتور صاحب البيت وابتدى يسأل وانا جاوب، وكان معظم اسئلته بتتمحور حوالين ان ماليش حد يسأل عليا، بمعنى اصح. وبلغني اني هبقى مقيمة في الفيلا لانه ما يضمنش بالليل ايه اللي يحصل سواء لبنته او امه. والبنت كانت مريضة ضمور عضلات وبتتحرك بكرسي متحرك، والجدة كانت مشلولة شلل تام ونايمة في السرير مش بتتحرك خالص. المهم وافقت على الشروط كلها وابتديت شغل. من اول يوم عرفني على كل تفاصيل البيت، فلفت نظري أوضة برا الفيلا وبعيدة عنها شوية. المهم سألته عنها، قال لي دي أوضتي اللي بشتغل فيها وممنوع أي حد يدخلها وأنا المسؤول عنها. قلت تمام، بس الغريب إن الأوضة دي ما كانش ليها شبابيك، هو باب واحد بس. وتجاهلت الموضوع وعرفني على بنته الصغيرة اللي بطبعها كانت خجولة، ما بصتش حتى في عيني، وطمنتها وكنت لطيفة معاها. والجدة اتعرفت عليها بس هي كانت في عالم تاني خالص، مش دريانة بالدنيا. المهم عرفني مواعيد صحيانهم ونومهم وأكلهم وأدويتهم، وابتديت الشغل. وكان في مساعدة في البيت لو احتجت حاجة كنت بسألها. المهم جيت في مرة أطلع الأكل للبنت الصغيرة، فخبطت على الباب محدش رد. خبطت تاني مفيش خالص. بعد كده ابتديت أسمع البنت الصغيرة بتغني أغنية، كان إحساسي إنها أغنية مش مريحة ومرعبة على حد وصفي. المهم قلقت إنها مش بترد عليا، فتحت الباب لقيتها قاعدة على الكرسي وبصة ناحية الأوضة البعيدة عن الفيلا وبتغني. ما حسيتش بوجودي ونبهتها، لقيتها اتخضت وكأنها كانت مغيبة، وصحتها وفضلت تتنفس بسرعة وبصعوبة. وديتها الدواء وهديتها وأكلتها ونيمتها، وما حكتش لحد على حاجة ساعتها. تاني يوم قلقت من النوم بالليل ورحت المطبخ أشرب، فببص بالصدفة على الشباك اللي في المطبخ اللي بيطل على الأوضة البعيدة عن الفيلا. لقيت حد واقف باصص للأوضة. ركزت أكتر لقيتها الجدة واقفة وبصة ناحية الأوضة. استغربت وفرجت عيني، قلت يمكن متهيألي، لكن لا، هي كانت واقفة بصة. وفجأة دماغها لفت 180 درجة ناحيتي وابتسمت ابتسامة مرعبة خلت الكوباية تقع تتكسر على الأرض. بصيت على الكوباية وببص مرة واحدة عليها لقيتها لازقة في شباك المطبخ وبنفس الابتسامة وبتحاول تكسر ازاز المطبخ وتدخلي. صرخت وحطيت ايدي على عيني، وفجأة رجع الوضع عادي والجدة اختفت والشباك سليم. جريت على أوضة الجدة وتأكدت انها نايمة. طب امال انا ايه اللي شفته ده؟ تاني يوم كنت على وشك اني احكي للمساعدة على اللي شفته، بس خفت لا تتهمني بالجنون واخسر شغلي اللي محتاجاه. وفي نفس اليوم نزلت البنت الصغيرة للحديقة علشان تشوف الشمس ونلعب ونتكلم مع بعض شوية. المهم البنت فضلت تحكيلي على المساعدين اللي كانوا قبلي، وانها كانت بتحب شخصية فيهم، والشخصية دي مرة واحدة رفضت انها تيجي تاني، وهي زعلت قوي بسبب اللي حصل. وفجأة بصت على الأوضة اللي في آخر الفيلا وابتدت تردد كلام غريب أشبه باللغة المصرية القديمة. اتخضيت واترعبت، وفجأة البنت ابيضت عينيها ووقعت من فوق الكرسي على الأرض وابتدت تتشنج وتطلع حاجات بيضة من بقها. ناديت على المساعدة تجيبلي الدواء وتساعدني أشيلها أوديها أوضتها، وبعد كده البنت رجعت لطبيعتها ونامت. المساعدة قالت لي ايه اللي حصل، حكت لها، قالت لي هي بتجيلها الحالة دي كتير، ما تفكريش في حالتها كتير وحاولي تتعودي على الوضع، وقفلت الكلام معايا. المهم ان بعد فترة عدت، نقول اسبوع مثلا، ابتدت تحصل حاجات غريبة زي ان الاقي نور الأوضة اللي في اخر الفيلا مفتوح ودايما ما بيتقفلش بالرغم ان الدكتور بيكون في الشغل. امال مين اللي جوه الأوضة؟ طبعا في كوابيس كتير كانت بتحصل لي هناك. وفي يوم قمت من النوم ولاحظت ان شعري مقصوص منه خصلة شعر. اتخضيت، مين اللي ممكن يعمل كده؟
سألت المساعدة، قالت لي مين يعني ممكن يكون عمل كده؟ انتي بتتهميني؟ قلت لها لا. قالت لي اصل مفيش غيري في البيت، وزعلت مني وانا قررت اتغاضى عن الموضوع. وفي يوم، وده كان اخر يوم ليا في الفيلا، قررت امشي من الشغل وعرفت الدكتور اني مش مرتاحة نفسيا، ده غير الحاجات الغريبة اللي بتحصل. المهم ان الدكتور ما تمسكش بيا، لا ده حتى ما جادلنيش، وداني مرتبي وجهزت حاجتي ومشيت راجعة لشقتي. المهم اني اتفاجئت بالمساعدة جاية تسلم عليا وانا على باب الفيلا، وتعاتبني شوية، وفجأة حضنتني جامد وحسيت بإبرة بتتغرس في رقبتي، واغمى عليا في ساعتها. وقت ما صحيت كنت في مكان تحت الأرض حرفيا، مفيش شبابيك خالص، في أجهزة تهوية وترابيزة كبيرة عليها أدوات وأقمشة كتيرة. زعقت وعليت صوتي علشان حد يسمعني. لقيت المساعدة نازلة على السلم تطمن إني صحيت. قلت لها تفكني لأني مربوطة في كرسي. قالت لي ما اقدرش، أنا ممكن أتأذي، اعذريني. كانت بتتكلم بلا مبالاة غريبة. المهم إن بعد كده الدكتور نزل تحت وما استغربش، ده كان مدبر الحكاية هو والمساعدة. سألته ليه؟ انتوا عاوزين مني ايه؟ قال لي انتي ما كانش ينفع تمشي، مفيش حد بيمشي من الفيلا حي بعد اللي شافه فيها. اترعبت من كلامه وكتمت ده جوايا. قلت له وهددته اني هبلغ البوليس وهفضل اصوت لحد ما حد يسمعني. قال لي مفيش حد يقدر يسمعك هنا، وضحك. قال لي انا بعمل كل ده علشان بنتي وامي لازم يخفوا ويرجعوا زي زمان. قلت له وانا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ قال لي علشان اعمل كده لازم ارضي واحد من اقوى شياطين الارض عشان يخلي بنتي تخف وامي. قال لي انه محتاج 5 بنات بمواصفات معينة يتحنطوا وهم احياء علشان يتعمل عليهم سحر اسود ويتضحى بيهم. وفتح باب كان ورايا، وفجأة لقيت 5 توابيت فرعونية، 4 منهم كان فيهم 4 مومياوات، وكانت كأنها لسه متحنطة امبارح. القماش كان جديد اللي ملفوف عليهم، بس الريحة نفسها كانت لا تطاق. وكان في تابوت خامس فاضي. قال لي مبروك، ده التابوت بتاعك. صرخت وصوتت وعيطت من غير اي فايدة. الدكتور كان عالم في مجال المصريات وعنده خبرة كبيرة في حياة المصريين القدماء، وقرر يستعين بشيطان كانوا بيستعينوا بيه الكهنة زمان عشان يرجع بنته وامه زي ما كانوا، لانه تعب من رعايتهم وتعب انه كأنه عايش لوحده في الدنيا دي. حط بلاستر على بقي، ووراه كانت المساعدة، وكان على وشها علامات خوف واحساس بالذنب. وقال لها الطقوس هتبدأ الليلة، حضري نفسك. حسيت ان حد متهدد ملهاش مصلحة تساعده وهي مش مستفيدة حاجة. فضلت افكر مع نفسي، لقيت ان ال4 مومياوات دول هما ال4 مساعدين اللي كانوا شغالين قبلي في الفيلا دي. وبالليل لقيت حد بيفتح الباب والدنيا ضلمة، وابتدت تفك ايدي ورجلي وتشيل البلاستر، وقالت لي اهربي. كانت المساعدة. وانا على باب الأوضة فجأة كان الدكتور واقف ومعاه مسدس، هددني بيه. ملحقتش اهرب، ونزلنا تاني للأوضة، وضرب المساعدة بالنار، وقعت على الأرض ماتت. هددني بالمسدس وحطني على السرير وربط ايدي ورجلي، وابتدت الطقوس. طلع خصلة شعر اللي اخدها مني، واخد دم من دمي، وابتدى يرفع ايده ويردد عبارات غريبة، ده غير الشموع الكتير والرسومات الغريبة اللي على الارض. وده كله وسط صراخاتي وتوسلاتي ليه انه يسيبني. ابتدى يجيب القماش ويحطه في مية فيها نقط دم ويحطه عليا. بعد كده جاب ورقة كتب فيها حاجات غريبة وحطها ببقي، وكمل لف القماش عليا. في اللحظة دي في آخر الأوضة كان في ظل أسود طويل وشه بشع جدا ظهر في لحظتها. فالدكتور ساب اللي في ايده وسجد لي. صوتت كتير من الخوف والرعب، وفجأة صوت الشرطة، البوليس وصل. الدكتور اتخض وابتدى يسرع العملية، والباب كان بيخبط جامد وكأن حد بيكسره من بره. وانا كنت بصرخ لحد ما الباب اتفتح والكيان ده اختفى. والدكتور مهتمش وفضل يكمل في اللي هو بيعمله، والبوليس قبض عليه في ساعتها وساعدوني وهدوني. وفجأة الظل الاسود بيظهر عند المكان اللي فيه التوابيت ال5، والبوليس بيكتشف ان مفيش اي حاجة في التوابيت خالص، هي مجرد توابيت فاضية. اخدوا اقوالي وحكيت كل اللي حصل، وطبعا ما كانش فيه دليل واحد على اللي الدكتور عمله.
قبل كده في ال4 مساعدات اللي كانوا قبلي. تم اتهامه بقتل المساعدة والشروع في قتلي، وكمان المساعدة هي اللي كلمت البوليس واعترفت بكل حاجة قبل ما تيجي تنقذني وتموت. ومن بعد حكايتي دي بقيت اتفادى اي شغل، لحد ما بقيت خايفة اصلا من اي شغل. عديت بفترة صعبة جدا، كان ممكن يتضحى بيا للشيطان. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، يستناني فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.